احنا متفقين ان احنا ان شاء الله مش هننتقد اي لعيب من لعيبه الكابتن حسام حسن، وهنفضل في ظهر الكابتن حسام حسن واللعيبه. ولكن جماعه، انا مش بنتقد الشناوي، ولكن بما ان هي مباراه وديه، اتمنى ان كل اللعيبه اللي عندها اخطاء فرديه على ارضيه الملعب، سواء مساك، سواء باك شمال، سواء باك يمين، سواء لعيب ديفندر، اللعيبه اللي اخطائها مؤثره علينا بشكل سلبي كبير، وزي حراسه المرمى الخطا اللي عمله الشناوي، موقف الحيطه غلط، موقف مصطفى محمد على القريبه غلط، بيلعب على الكوره بشكل غير صحيح، فبالتالي نيجيريا بتسجل هدف التعادل. مش انتقاد خالص اقسم بالله، ولكن في حاجات كده لما بتبان قبل البطوله وبتبان في الماتشات الوديه بتدي جرس انذار وتنبيه للكابتن حسام. مش العدل ان ده اللي يلعب اساسي. فيعني انا بس عشان ما حدش ياخد ان ده انتقاد للشناوي، لا بالعكس، الشناوي جول كبير، ولكن اعتقد ان وقت شوبير حان في الاهلي وفي المنتخب.